هلو يا حلوين، تعالى اقول لكم ازاي بخلي البيت عندي ما فيهوش طاقه سلبيه، وكمان بخلي ريحته حلوه باستمرار لدرجه ان اي حد يدخل عندي يقول لي انتي بتعملي ايه في البيت. اكتر حاجه بحبها وبتريحني نفسيا هي الشموع. يا جماعه الشموع دي فيها سحر حقيقي. الشموع حاجه بتريح الاعصاب جدا، بتطرد الطاقه السلبيه من المكان اللي بتشغلي فيه الشموع. ومش بس كده، بتعمل لك ريحه تجنن تجنن في البيت، اكنك بالظبط رشه احسن معطر وكمان ثابت. حبيت اوريكم شكل الشموع من ماي ستيك فاير، وعايزه اقول لكم ان اي حد من عندي هيكون ليه خصم 10%. وتعالوا بقى افرجكم جمال وحلاوه الشموع، واقول لكم قد ايه هي حاجه مهمه، وقد ايه هي حاجه بستخدمها في البيت بقالي حوالي سنتين، مش ببطل اجيب شموع. والنهارده ماي ستيك فاير بجد جربت الشموع من عندهم وعجبوني جدا جدا جدا. دي شمعة بريحه الفراوله، تحس ان انتوا بجد عايزين تاكلوها من حلاوتها. عايزه اقول لكم كمان ان الشموع هديه حلوه جدا جدا لاي حد بتحبوه. دي بقى كانت شمعه بريحه التوت، انا بموت في الروايح الشجري، فهي عملت لي كل الروايح الشجري. وطبعا زي ما انتم شايفين في احجام كبيره احجام صغيره. هرجع واقول لكم ان هي هديه حلوه جدا جدا جدا، تهدوها لحد بتحبوه وحد يكون بيفهم. ركزوا معايا في بيفهم دي. الشموع حاجة حلوة جدا جدا، ده غير ان هي بتعمل رومانسية كده في البيت. تخيلي معايا كده تولعي لك شمعتين وتعملي جو رومانسي في البيت، الله الله. فعايزة اقول لكم بجد حلوة قوي. دي بقى فواحة. الفواحة دي يا جماعة كانت ليمون بالنعناع، كده حاجة ريحتها تجنن. دي بقى بتقدري تحطيها في اي مكان في البيت، تخلي لك ريحة البيت تحفة، ادراج او دواليب. انا عايزة اقول لكم ان انا حطيتها في الدولاب وخلت ريحة الهدوم بريحة الدولاب حلوة جدا جدا. تقدري تحطيها في الدرج، في الدولاب، تعلقيها في اي مكان في الاوضه، بتكون حلوه جدا جدا الفواحات دي. وكمان يا جماعه بقى الشموع لما بتشغلوها كده بالليل وتطفوا النور وتتبسطوا، يا سلام لو النور قاطع وتستغلوا ده كمان وتشغلوا الشمع، تبقى الطاقه السلبيه بتطرد، والنور المقطوع بنستمتع بالوقت بتاعه. كل الشموع عند مايستيك فاير بجد حلوة جدا جدا، عجبتني بطريقة مش طبيعية. ما تنسوش خصم 10% لأي حد من عندي. وبجد يا جماعة من أحلى الحاجات اللي بعملها إني أشغل شمعة وأجيب كتاب أقراه، أو أجيب النوت بوك بتاعتي وأبدأ أقرر كده هعمل إيه بكرة، ورايا إيه، وهدوء كده بتحسي بسلام نفسي فظيع. لازم تجربوا تجربة الشموع لو ما جربتوهاش قبل كده، ولو بتحبوا الشموع يبقى لازم تجربوها من مايستيك فاير. بجد هتلاقوا حاجات مختلفة وحلوة جدا. باي باي.